من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في مراحل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا الطريق الذي يمر به الإنسان المجاهد الذي باع نفسه من أجل الجنة التي لا تنال إلا من خلال طريق الشهادة، لا بد له أن يمر في 3 مراحل. مرحلة ما قبل الجهاد وهي كأنما مرحلة تمهيد وإعداد النفس، وهو أن الإنسان يوطن نفسه من أجل لقاء الله تبارك وتعالى، وأن لا يخضع للمغريات وأن لا يخضع للضغوطات التي قد تمر عليه أثناء طريق الشهادة وطريق الجهاد. كل هذا يكون قبل النزول إلى ساحة المعركة وقبل خوض المعارك وقبل اختبار النفس اختبارا حقيقيا فعليا. المرحلة الثانية وهي مرحلة الاختبار الحقيقي، وهي مرحلة الثبات في ساحات الوغى وأثناء خوض المعارك أثناء الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، حيث يخضع المجاهد للاختبار الحقيقي والفعلي. وهنا تكون اختبارات كثيرة، حيث أن الإنسان يمر باختبار حتى لو كان مرتبطا بالله تبارك وتعالى وكان قد باع نفسه للباري عز وجل، حيث أن الله تبارك وتعالى يختبر الإنسان ويختبر المجاهد في هذه الساحات. وهناك صور وشواهد كثيرة، سواء كانت صور قرآنية أو شواهد وصور من حياة الأئمة عليهم السلام، حيث يقول الباري عز وجل في بيان هذه الصورة وتوضيحها في إحدى الآيات القرآنية: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. اختبارات كثيرة، ولعله من الصور الواضحة هو اختبار سيد الشهداء عليه السلام لأصحابه وأنصاره في يوم عاشوراء في ملحمة الطف، عندما اختبرهم قبل أن ينزلوا إلى ساحة المعركة، فقد ثبتوا في تلك المعركة وتلك الملحمة الخالدة التي أصبحت مشعلا يضيء طريق كل المجاهدين في سبيل الله وكل الأحرار في العالم، بحيث تلك المبادئ التي ثبتها سيد الشهداء الإمام حسين عليه السلام وأصحابه وأنصاره بقيت هي منارا لجميع الأحرار في العالم. والمرحلة الثالثة التي يمر بها المجاهد والتي يمر بها الشخص الذي يجاهد في سبيل الله تعالى هي مرحلة ما بعد انتهاء الحروب أو المعارك، حيث أن هذه المرحلة تبين أن كل من ينتمي إلى الإسلام خصوصا مذهب التشيع يعتقد بهذه العقيدة، أن كل القادة والرموز قد يذهبون من أجل المشروع الإسلامي، هم فداء لذلك المشروع. وخيرة القادة وأشرف القادة كالأنبياء والمرسلين عليهم السلام والأئمة من بعدهم إنما يذهبون وقد ذهبوا فداء للمشروع الإسلامي وللدين الإسلامي. وهذه من المسائل المهمة والمهمة جدا، بحيث أنه على الإنسان أن يبقى ثابتا حتى مع استشهاد القائد أو ذهاب القائد، بل حتى مع ذهاب القادة بأجمعهم، وهو ما نلاحظه بشكل جلي وواضح في يوم عاشوراء، حيث استشهد الإمام الحسين سيد الشهداء وأبو الأحرار وجميع ولده وصحبه وإخوته، ومع ذلك بقي المؤمنون ثابتون ومواظبون وساروا على نهج سيد الشهداء. بل أكثر من ذلك، لعله في أدبياتنا أن نتائج ثورة سيد الشهداء إنما بدأت بعد استشهاده بأبيه وأمي، حيث أن بعض الشخصيات التي تقاعست ولم تؤدي الدور ولم تمتثل أو لم تستجب لنداء سيد الشهداء عليه السلام في حياته وتقاعست عن أداء النصرة وعن الوقوف مع سيد الشهداء، نفس أولئك الشخصيات والأشخاص بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ثارت عندهم الحمية وشعروا بالمسؤولية وأصبحوا من خيرة المجاهدين في سبيل الله. ففي أدبيات مذهب أهل البيت عليهم السلام وفي ذوائق وذوق الإسلام أن المشروع الإسلامي هو الذي يبقى، وتذهب القادة والقادة والرموز والقيادات الفعلية، ومع ذلك تبقى روح الجهاد، بل لعله تضيف حماسة أكثر وتشجيع أكثر من قبل المؤمنين الذين ينتمون إلى هذا الخط الشريف وإلى هذا المذهب المبارك.